بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتأيت بهذا الفيديو أن أتحدث إليكم عن أنواع الأقفاص، خاصة أقفاص تزاوج كل من طيور الكناري وطيور البادجي. فمن خلال هذا الفيديو كل ما نحتاجه هو هذا القفص الذي يظهر في الفيديو، يعني قفص كبير نوعا ما، أو إلى هذا القفص هو متوسط حجم لكنه يصلح للتزاوج كذلك. وأنا من محبي هذا القفص الكبير لما فيه من امتيازات مثل الكبرى، حتى تلقى الطيور الصغيرة المساحة الأكبر، وكذلك جعل الذكر في مكان والأنثى في مكان آخر، ويمكن تفرقتهما بهذا العازل الشبكي. كل ما نحتاجه أخواني الكرام إلى عش خارجي بمثل هذا الشكل، عش خارجي مكان وضعه هنا. هذه الأقفاص لها أبواب كثيرة، خاصة الباب الخارجي الذي يزيد من مساحتها على الشكل، أو إلى عش داخلي يتم وضع داخل القفص. هذا الشكل. ثم إلى هذه الخيوط، وهي خيوط تحتاجها الأنثى، عند قرب وضع البيض أو عند وجودها. ثم إلى هذه الكمية القليلة من الكالسيوم توضع في الداخل. بالإضافة إلى شرابتان يستعملان لشرب الطيور الماء. كما يستحب وضع رمال البحر تحت القفص، هنا أو هنا، وذلك لما فيها من منافع كثيرة للطيور، وسنتكلم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى عن المنافع الطيور، خاصة رمال البحر. إذا أعجبك هذا الفيديو وتريد فيديوهات أخرى، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ثم لا تنسى أن تشترك في قناتي، ودمتم سالمين.